ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش كمان تصلوا على النبي، وكمان لو اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة عندي وحطوا لي لايكات كتير واكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زيكم، وشجعوني ان انا اعمل حاجات احلى واحلى بكتير باذن الله. النهاردة بقى هعمل معاكم صوص الكراميل بطريقة سهلة ومكونات سهلة موجودة في كل بيت يعني. تمام، معايا هنا كده بقى طاسة على النار، احط فيها كوباية سكر. انا هعمل بس بكوبايه سكر، انتي عايزه تزودي الكميه يبقى كوبايتين سكر. تمام، على حسب ما انتي عايزه تعملي قد ايه. في المرحله دي احنا انا كده حطيت السكر على على النار، يعني في المرحله دي انا مش بنقلب خالص، ولا بحط معلقه في السكر اصلا. تمام، هيبدا بقى ان السكر كده لما الاقي السكر ان هو بدا يدوب من الجناب، هبدا بقى ان انا اقلب اساعد ان السكر كله ايه يبقى طايله نار كده وكله يدوب ياخد درجه واحده يعني. تمام، هو الصوص ده بقى تستخدميه، ممكن تعملي كريم كراميل تحطيه على في الطبق من تحت، يعني علشان لما بتيجي تقلبي الكريم كراميل او كده. تمام، هنا بقى اهو كان السكر معايا بدأ يسيح. في المرحلة دي ممكن توطي النار لو خايفة ان السكر يتحرق منك. تمام، هقلب بقى كويس قوي، هجيب السكر اللي هو لسه مسحش، ابدأ ان انا ادوبه كده بحيث ان هو ايه يتكرمل معايا بسرعة يعني. زي ما قلت لكم في المرحله دي ممكن توطوا النار عليه لو انت خايفه ان السكر يتحرق. هبدا اهو ان انا اقلبه كده حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم لو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه عندي وحطوا لي لايكات. هنا بقى كان السكر ده هنزل عليهم كده بمعلقه زبده، مكعب زبده. الزبده اللي كانت عندي دي كانت زبده بيضه مش صفرة. تمام، اللي موجود عندك اعملي بيه، عندك زبده بيضه او زبده صفرة ايا كان، هي دي يعني اللي هي السمنه البلدي، السمنه البلدي اللي هي البيضه دي. تمام، كده بقى لما الزبده دابت هنزل عليهم بقى بكوبايه لبن، يعني كوبايه سكر قصادها كوبايه لبن. هبدأ بقى هتلاقيه دلوقتي في المرحلة دي، بس اللبن لازم يكون سخن مش ساقع، يعني اللبن لازم يبقى مغلي. تمام، في المرحلة دي هتلاقي ان الكراميل كتل منك كده. زي ما انتم شايفين كده، ما تخافيش، افضلي قلبي على والنار شغالة. هو هيدوب مع نفسه، يعني هو هيدوب مع اللبن كده، كل حاجة هترجع زي ما هي. تمام، ممكن كمان بقى بعد لما تدوبي خطوة السكر دي، تروح جايه مدوبه مثلا معلقه نشا، برضو على معلقتين لبن كده، وتنزلي بيهم يعني. بس انا في الصوص ده ما كنتش عايزه احط نشا، بحس ان النشا بتقلبه شويه صوص طوفي يعني. لا، بس انا عايزاه كده يبقى خفيف، علشان انا باذن الله هعمل بيه كريم كراميل. باذن الله هصورلكم برضو الطريقه وهنزلها لكم يعني. شفتوا بقى؟ يعني هو السكر اللي كان مكتل اول ما نزلت باللبن، زي ما قلت لكم لازم يبقى اللبن سخن، ما تنزليش بلبن ساقع علشان هيكتل منك والدنيا يعني ايه هتبوظ. وكمان خلي بالك وانتي بتنزلي باللبن علشان بيفور لا قدر الله، يعني يحصل حاجه، خلي ايدك بس شويه بعيد عن النار. تمام، هنا بقى مع التقليب المستمر كده هتلاقي ان الدنيا فكت وكل حاجه رجعت زي ما هي. اديكوا شايفين الصوص اهو شكله كده بقى. انا كنت خلاص طفيت عليه النار. بعد ما تطفي كده هروح بقى احطه في طبق كده. ممكن قبل ما تطفي النار زي ما قلت لك تضيفي معلقه نشا على معلقتين لبن، بس انا مش عايزه احط نشا. تمام، ادي بقى الصوص اهو شكله قوامه بجد تحفه، وطعمه كمان حلو قوي، يعني السمنه البلدي مدياله طعم حلو قوي يعني قوي. باذن الله هعمل صوص كراميل، هعمل كريم كراميل قريب وهنزل بالطريقه باذن الله. وزي ما قلت لكم شجعوني بقى ان انا استمر معاكم واعمل لكم فيديوهات احلى واحلى بكتير يعني، بالمشاهدات اللي واقعه عندي دي. بس يلا الحمد لله الحمد لله يعني. مش هضيع تعبي يعني، باذن الله هستمر ولحد ما الدنيا تظبط في اليوتيوب يعني، والدنيا كلها ترجع زي ما هي باذن الله. شكله اهو تحفه، وكمان قوامه حلو قوي. ويلا بقى اسيبكم في رعاية الله، هتوحشوني قوي. لحد الفيديو الجاي وجربوا الطريقة دي، بإذن الله هتعجبكم. باي باي.